عليكم يا حبايبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشيني قوي قوي من الفيديو اللي فات. النهارده باذن الله هنعمل فطارنا بسيط 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 قوي، وفيديو قصير مش طويل. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. النهارده كنت بصراحه هعمل لهم بقى فراخ وملوخيه، فهو جايب لي بقى ايه شويه حاجات كلهم، وكان معاهم الرز والعدس الاصفر ده، وافتكروا بقى الرز بالعدس اسمه ايه، الكشري الاسكندراني. ماشي، قالك لا احنا اركين الفراخ دي على جنب لغايه بكره وعاملين الكشري الاسكندراني. تعالوا بقى نشوف الكشري الاسكندراني بيتعمل ازاي. هنا حبايبي خرجت 3 بصلايات كبار، ماشي، هنعمل عليهم زيت. الازازه دي فضيت. يلا يا حبيبتي اتفضي بقى. خلي دول لغايه ايه ما يتبالوا ويتحمروا شويه. هغسل ده غسل كويس. هنا قولي عندي ايه 3 كوبايات ونص بالمج رز، ونص كوبايه عدس. ما يبقاش العدس اكتر من الرز عشان هيعجن معاكي. قالوا لغايه ايه تتحمر. نشوف بقى نعمل الحاجات التانية ازاي. القطه دي حبايبي انا بفضل تتعمل في المبشره دي. هعمل شويه بس في الخلاط يبقى شكلها حلو وهي مبشوره، مش زي في الخلاط بتبقى بصراحه مايعه. اما لما بتتعمل في المبشره دي بتبقى حلوه. اعمل 1 ولا 2 بس في الخلاط عشان يلففوا لي الخلاط مع الحاجه بس كده. ياه، وسخت لي الكاميرا دي ولا ايه؟ تقشروا في الحته دي. بيحبوا الكشري قوي، الكشري الاسكندراني ده قوي قوي قوي، مش عارفه ليه، عشان بيبقى الصوص بتاعه حراق. انا بعمل لهم، بصوا بملى لهم دي وما تكفيهمش، يبقى جميل. وبرده لو عندك بيض تسلقي 4 5 بيضات كده متدحرجين، اسمه بيض متدحرج، بتحطي معاه بيض متدحرج في الزيت، تسلقيه كده وتحمريه في الزيت وهو مسلوق، وتحطيه ساعات بقى ايه تحمري بصل برضو، بتحطي من فوقيه بصل محمر. فالنهارده انا مش عاوزه اعمل كده. يلا هنكمل المبشره دول وهنرجع مع الحبايب. حبايبي انا بشرت دول وحطيت بقى 4 قطايات، 3 قطايات هنا قطعتهم حتت عشان ايه احط معاهم الحاجه. ده دوم دقيته عشان ما بيدوروش الخلاط قوي، دقيته بالملح. الخلطه دي حبايبي بتتعمل عندهم هنا، ده ليمون، بيحبوا فيه الليمون قوي. ده فلفل حراق. هي معروفه الكشري ده معروف بالخلطه دي حراقه. يلا مش عارفه دول هيدورهم الخلاط ولا مش هيدورهم التقطيعه دي. نجرب. نزود عليهم خل، نضرب الحاجات دي في الخلاط وهنرجع معاكم تاني. ضربتهم يا حبيبي في الخلاط، ادلقهم مع دول بس
لسه عاوزين شويه توابل. تعالوا نشوف بقى البصل. خلاص كده زي حبايبي. حطوا له 2 ماجي. حطوا له ملح. الخلطة دي كان فاضلة مني بقالها اسبوع بصراحة، يا مرمية هنا. فده اسمه ايه ده، كركم، وفي شوية بتاعت كمون فاضلين بقى عمالين يتلوطوا جنبي هنا. قلت ايه اعملهم دلوقتي. هزودها بس ايه شوية كركم بس كده. انا مش عاوزة يبقى مصفر اوي. انا عاوزة النهاردة اعديهم شوية شطة فيه بس كده. اول مرة اعمل فيه شطة عشان ما بيموتوا في حاجة اسمها الحراق. بيموتوا في حاجة ولادي اسمها الحراق. اذا ما هو حراق خلاص جاي معاك. يجوا معايا حد مع حراق. نزودها مية. كده نخليها تغلي كويس، وبعد ما تغلي نقلبها كل شويه ونوطي عليها بقى. نوطي عليها ونخليها تستوي. خلي بالك من الماجي ده، لازم تسيحيه، لازم تسيحيه اهو يغلي ونوطي عليه ونغطيه بقى. الفلفل طلع مش حراق يا حبايبي. انا حطيت زود شويه ملح جا دلع بدي اعمل له شطه. نزود فيها شطه. اقلبها له معدل كده. خليهم بقى يعوموا في الصلصه دي. الحراق حبايبي بعرفه من ريحته انه مش حراق. لو ريحته بقى فواحه بتشمي من الريحه بتعرفي انه حراق. دي برضو احطها هنا بس كده. دول احطهم لهم في التلاجة. الصلصه دي بتبقى في التلاجة، اي وقت انتي عاوزه تاكلي تطلعي منها وتحطي. اهو حبايبي كده استوى. عشان لسه بقى انا خلصت كده ولسه بدري شويه. هو لسه قدامه بتاع 10 دقايق واطفي عليه بصراحه، عشان لسه بدري على المغرب. دلوقتي لما بيستوي بيتحط مع الصلصه حبايبي. ولو عاوزه تسلقي بيض تدحرجيه في الزيت كده تحمريه بيتحط معاه، وشويه بصل محمر بيتحط معاه من فوق. وهو ده كشري الاسكندراني. بس كده مفيش اكتر من كده حبايبي. كده بقى الفيديو بتاع النهارده خلص باذن الله. ما تنسوش يا حبايبي اللايك والشير ودعواتكم معايا وسندكم معايا. باذن الله هنوصل باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واستنوني فيديو جديد. مع السلامه حبايبي.